بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من في المقص. ضيفي زملكاوي من نوعية خاصة، ذو تراث خاص. ما عندوش ان انا زملكاوي يبقى الزمالك هو اللي مش عارف ايه والزمالك يبقى خلاص. لا، بيعرف يتكلم، عنده عقل بيحكمه في اي حاجة. يعني لو الزمالك وحش هيقول لك الزمالك وحش، مش هيجامل فرقته وخلاص. معايا النهارده ضيفي وصاحبي وحبيبي احمد علي هيكل او احمد هيكل. شوفوا بقى انتوا بتعرفوه بأنهي اسم فيهم. النهارده يا ابو حميد. حبيبي يا اسلام، ده شرف ليا والله يا حبيبي. انا مبسوط ان انا معاك مع واحد قلت بيستطعم كوره، واحد بقى من اهل الكوره نفسهم. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي يا اسلام، اتمنى الفكره تكون عجبتك. ما هي فكره جميله واتمنى ليها النجاح، وان شاء الله الاستمراريه اهم حاجه ان شاء الله، وان شاء الله نكمل على كده وتزيد كمان في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. جاهز في مصر؟ جاهز في المقص، كرسينا غير، هتلاقيني معاك. خد وهات. يلا. ومعانا بسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجه عشان نسخن بيها. لو جات لك فرصه تعمل انترفيو مع لعيب زملكاوي من اللي انت بتحبهم او من اساطير الزمالك، يكون مين؟ ميدو. اشمعنى؟ بحب ميدو اللي هو جريء وعايز افهم دماغه، ونفسي اقعد معاه كده يرسى على بر. انا عايز ميدو يعني يبقى في اتجاه واحد الزمالك على طول. بس تفتكر ان ميدو ممكن يبقى في اتجاه واحد على طول؟ هو بينتقد اسلوب المدرب، وده من لعيب كوره بيفهم كبير فعلا. المدرب خلينا نبقى واضحين، برضه هي تجربه كبيره عليه. هو درب في الدوري السعودي ودرب، بس مش بحجم نادي الزمالك، مع احترامي لاي نادي في الشرق الاوسط كله، سواء بقى نجوم كبيره عالميه بيلعبوا فيه. يا جماعه اهلي وزمالك معلش مش في حته تانية، في حته خمسه ورابعه. اهلي وزمالك هم كوره في الشرق الاوسط وافريقيا كلها. يعني مثلا انت ما تلاقيش مثلا، انا اسف يعني، واحد مصري يقول لك انت بتشجع ايه في الامارات، بتشجع ايه في السعوديه، بتشجع ايه. انا بشجع ممكن اسمع عن النصر، الهلال، اتفرج عليه، انما مش بيشجعه كفرجه يحبه مش كده. لما تسال اي واحد مواطن عربي لا يقول لك انا بحب الاهلي، بحب الزمالك. اهلي وزمالك يا جماعه، انا بتكلم من واقع بقى مصريتي بقى زي ما بيقولوا. اهلي وزمالك هم عصب الرياضه في الوطن العربي كله. تاني سؤال معانا، لو الزمالك هيتعمل فيلم سينما، يعني الحقبه مثلا بتاعت اخر 20 سنه اخر 25 سنه، لو هتتعمل فيلم تفتكر يتسمى ايه؟ والله حضر لي 3 اسماء دلوقتي وكلهم يعني بجد يليقوا عليه. ده ال3 افلام اللي بيمثلوا الزمالك في الفتره الاخيره: ارض النفاق والبؤساء والقرن. هقول لك القرن ليه. هشبهه بسعاد حسني بس مش بعد فرج، اللي هم بيخلوها تتجسس على اصحابها، اللي هي تبقى تبع كده انت تعيش دور الكومبارس. هو بنفس النظام، مختارين اشخاص يديروا النادي بطريقه كومبارس. البؤساء الجمهور، عشان احنا مستحملين العك بتاع اخر 20 سنه بتاع الادارات ده كله، محاربه على مصلحه الكرسي، مش على مصلحه النادي. وفرق يا جماعه بجد، يعني ان انا بحب النادي وبحب الكرسي، او بحب الاشخاص اللي في النادي. ودي لازم نفرقها قوي بين الجماهير. خلي حبك للاشخاص بعيد عن حبك للكيان. صح. انا بحب احمد ده مثلا بحبه وصاحبي على القهوه بنخرج سوا وبتاع، بس لما يبقى قاعد على كرسي بحاجته رئاسه نادي الزمالك وما عارفش يدير الصرح ده، او ياخده كمصلحه او كواجهه اجتماعيه بدون اضافه شيء جديد، لا ساعتها بقى اقف لاحمد. انت صاحبي وحبيبي بس لا، المفروض انت معاك على الكرسي ده يبقى لازم تعمل 1 2 3 4. ارض النفاق اللي كله في النادي مصلحته اولا، بينافق بعض، تبقى قاعد معاك وعلى الترابيزه الثانيه بينقل كلام للترابيزه الثانيه. ارض النفاق، ودي واضحه وضوح الشمس جدا. الايام اللي فاتت مبينين في الكلام ده. كل اختلاف المصالح بيظهر حاجات كتير قوي فيه. في اي مشكله في الكارت الاخضر؟ لا. نخش على الابيض ولا الاصفر؟ لا، الكارت الاصفر بقى. الكارت الاصفر انا بتسخن كده. نخش على الاصفر كده هنسخن شويه. من وجهه نظرك شايف مين السبب اللي خلى لعيبه الزمالك تمشي بالشكل اللي بنشوفه اخر مره مع زيزو، من اول مؤمن زكريا بقى لحد زيزو؟ الاداره. هقول لحضرتك ليه. انا دلوقتي نادي بنافس على معظم البطولات، يبقى عندي موهبه بحجم زيزو، اخر 3 سنين احسن لاعب في مصر ولاعب ثابت، ومن دلوقتي كارت رابح ليا في الفرقه ولاعب تقيل. ليه ما املش عقده؟ ليه ما ظبطش الامور ليه اسيب الامور كلها تخلص لحد اخر سنه ومفيش كلام محدد؟
ليه مفيش حد من عضو مجلس اداره طلع كده قال والله 1 2 3 مضينا عرضنا؟ كله كانوا سايبين اجتهادات، ده يطلع شويه ببرنامج، ده يطلع شويه ببرنامج، ميدو يطلع شويه، جمال عادل يطلع شويه، وعمرو الجلال يطلع شويه. وعلى فكره اكبر غلط وانا كنت معترض عليه جدا 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 لجنه التخطيط. هقول لك ليه. بينما انا في موقع مسؤوليه كمجلس اداره مش هعرف ادير الملف ده، انا اقرب لي انسحب استقيل. يعني دلوقتي انا كلاعب احمد ميدو جه قعد معايا، بعد كده الجلالي جه قعد معايا باي صفه. طب انت جيت اتفقت معايا الصفه، طب مجلس الاداره اداك كارت بلان او اداك تفويض رسمي اللي انا مثلا بعد ما اخلص واتفق معاك الكلام ده هيمشي ولا يتعرض لسه على مجلس اداره، والمجلس الاداره يقول لك لا الميزانيه مش هتسمح واحنا ما كناش واقفين السقف ده. مجلس الاداره فين من المفاوضات؟ انا مش عارف اجيب لجنه اداره ليه، لجنه تخطيط ليه؟ لا يا جماعه الزمالك قامه كبيره قوي جدا وقيمه كبيره قوي، مش ناس تستخبى، انا اسف يعني، ورا ناس. انا شايف مجلس الاداره كان بيستخبى ورا دول سبب مشاهد اللعيبه الاداره زي مؤمن كهربا، حتى لو تعمل كوبري، حتى لو انا ليه ما امنش اللعيب من عندي؟ ليه ما حببوش في النادي؟ ليه ما ادلوش الامان اللي انت هتاخد حقك تالت ومتلت مش هيبص بره؟ الاهلي زي الزمالك او الزمالك زي الاهلي، مع احترامي ولا الناس يقول لك الاهلي لا في حته ومش في حته، لا الاثنين قطبي الكره المصريه والاثنين يعني انت بتلعب في اكبر نادي في مصر الزمالك والاهلي، بس الفرق هنا ايه؟ فرق العقليه هنا وفرق العقليه هنا بيفرق كتير قوي مع التعامل مع اللعيبه. انا ازاي امن لعيبتي وازاي اخليها تحس ان هي تلعب في امان، مستحقاتها موجوده، حقوقها موجوده، عقده بياخده في ميعاده. خلاص انا ايه اللي خليني اسيب الزمالك او اسيب كده النادي ما دام بيوفر لي كل احتياجاتي وكل طبعا الشروط بتاعتي؟ هي دي بقى الاداره. والله انا كاسلام بتمنى ان الاقي في يوم من الايام الزمالك رجع الفتره بتاعت المنافسه، فتره الاهلي زمالك اسماعيلي. طبعا انت اكيد حضرت الفتره ديت وحافظها. حلو قوي يا اسلام، انت اتكلمت بقى في حته قوي حلوه قوي. اهلي زمالك اسماعيلي، وانا بلوم هنا بقى على الدوله في نقطه. نادي الاسماعيلي مش نادي يا جماعه، ده اول نادي خد بطوله افريقيا في مصر، نادي يعني الشعبيه يعني نقول الثالثه بعد جماهير الاهلي والزمالك. تمام. جمهور الاسماعيليه جمهور صواق بيعشق الكوره، زي الجمهور المصري، جاي جمهور السويس، جاي جمهور المنصوره. الانديه الجماهيريه فين يا جماعه؟ هنا سؤال الدوله، فين الانديه الجماهيريه؟ فين الاسماعيلي؟ ليه الدوله ما تساندوش وتوفر له امكانيات كبيره وتضخ ليه وتسمح له بحاجات؟ انا كزملكاوي والله انا احب كده. لو الدوله مثلا تخصص جزء من اي حاجه لخاطر النادي الاسماعيلي عشان يوم على رجليه تاني ويتفرج على الاسماعيلي تاني، بركات واسلام الشاطر وعمرو فهيم وتاكا ورمضان الصغير واحمد العجوز وحمزه الجمل وفوزي جمال ومحمد رمضان واحمد عبد الله، لا 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 لا، احنا بنتكلم في درويش الكره المصريه الصامبه. احنا كنا بنتفرج على يعني ماتشات الاهلي والزمالك مع الاسماعيلي، انا كنت بقول لها طقوس ثانيه مش ماتش وخلاص. انا كزملكاوي ماتش الاسماعيلي ده كان بالنسبه لي ماتش متعه. ولاد العم بقى مش حكايه ولاد العم والله، يعني دي برضو مفاهيم غلط في المصري، يعني مصالح بلوم عليها بعض الاعلاميين اللي بيصددوها. في محبه بين الجمهورين وفي بتاع وكده، بس الكوره للكوره المتعه. انا بحب اتفرج على الاسماعيلي، بتفرج على الاهلي، بتفرج على الزمالك، بتفرج على كوره، وهي دي اللي بيحب الكوره، ماليش دعوه بالالوان. انا بستمتع، حلو بستمتع بالكوره. طب اقول لك بقى معلومه وممكن الناس كلها تستغرب منها. انا احلى تيم كوره اتفرجت عليه في الاهلي كان 2006 2007. انا الديناصورات. انا كنت بتفرج، شوف انا زملكاوي حمى، بس انا بحب الكوره. يعني ساعات كان ماتش دي كاستال ولا لا دي جوزلاف ده الالماني جه مسك الزمالك في الفتره دي، ولا مركز سادس وكان مشكله في السنه دي. فكنت ماتش الاهلي ما كان يروح يتفرج كده، كنت بتفرج على ماتش الاهلي، وده نادرا. حتى الوالده الله يرحمها يعني ويسامحها ويرحم امواتنا جميعا كانت بتقول لي انت غيرت ولا قلبت ولا ايه؟ انت بتتفرج على الاهلي ليه؟ والله ابدا انا بحب اتفرج على كوره يعني بيلعبوا وكده يعني. قالت لي طيب يا اخويا ربنا يهديك. عشان بس اتفرجت على الاهلي فبتقول لك ربنا يهديك. لا عشان انا عصبي. اما كنت بتفرج على المطوشه اي ماتش كنت دايما تسمع صوتي، اما بتلاقيني بتفرج على ماتش تسمع صوت ماتش ما لهاش في الكوره ولا الاهلي ولا الزمالك، بس اعصابي هاديه. قلت له انت بتتفرج على مين؟ انا بتفرج على الاهلي.
يعني ماتش والله ماتش وقاعد ساكت ازاي؟ هي مش متعوده ان انا ماتش اللي انا لازم انفعل، لازم اخبط، لازم سقف البيت، بتعملوا ايه؟ لازم سقف البيت يتنطط على الدور الارضي كده. انما هي في الكوره خلاص كانت ايام جميله. وبعدين رساله للشباب والله اللي لسه طالع، ورساله للجمهور كله، حب ناديك صح، محدش قال لك ما تحبش ناديك وشجعه، بس استمتع كوره. عايزك لما تيجي تتفرج على الماتش ما تتفرجش بلود الفليم ده، اتفرج على كوره، استمتع بالكوره. سواء الاهلي لعب حلو استمتع بيه، الزمالك لعب حلو استمتع بيه. اقول لك حاجه يا اسلام، انت قلت دلوقتي مثال حلو جميل جدا. في اوروبا احنا بنبقى قاعدين على القهوه ساعات بنتفرج على ماتش باريس سان جيرمان وتوتنهام الاسبوع اللي قبل اللي فات، انا قاعد وسط ناس والله العظيم، يعني طبعا ولا واحد فيهم والده مولود في شانزليزيه ولا التاني قاعد في لندن، يعني كلهم يعني كده ولا موسون ولا حاجه يعني، بس يعني بيستمتع بالكوره 2-0 لحد الدقيقه 85، بيستمتع باللعب هنا. وباريس سان جيرمان جاب الجول هنا، لقيت الدنيا هاصت هنا، التعادل هنا هاص هنا. طب انت كنت لسه فرحان دلوقتي توتنهام جاب الجول. هو بيستمتع الماتش هيبتدي تاني، مش عند ضربات الجزاء تحس ان هم ايه، منتخب مصر بيلعب. الروح اللي موجوده انا بقيت قاعد مستغرب، انتوا بتبقوا قاعدين في ماتشات الاهلي والزمالك بتقطعوا في بعض، ايه اللي ناقص عندنا علشان يبقى التشجيع بنفس هقول لك حلو، اقول لك ناقص عندنا ايه؟ ناقصنا العداله، ناقصنا اعلام يكون بعين واحده اللي هي الحياد، مش عين واحده لنادي واحد او لفئه واحده، لا، الملاعب، التصوير، الاخراج، الجمهور فين؟ الجمهور قاعد على القهوه. ده اسباب العزوف. انا ما كنت اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك زمان، الملعب اقل ماتش 50-60 الف، ده وايام كمان ما كانش فيه نت ولا سوشيال ميديا، كانوا بيروحوا يشجعوا ويستمتعوا كوره. انا واحد منهم، انا يا جماعه مش صغير على فكره، انا 41 سنه يعني مش صغير، ماشي. انا بروح الاستاد وانا عندي 15 سنه ماشي، يعني من 25 سنه وانا بروح الاستاد، ومش كوره بس. الراجل ده زملكاوي، يعني زي ما الكتاب بيقول، اللي هو كلمه سنظل اوفياء ديت مش عنده مجرد شعار كده وخلاص بيرددها وما بيخسرش، لا، ورا الزمالك في اي لعبه، مش لعبه معينه ولا لعبه محدده. مش زي الاجيال اللي طالعه دلوقتي شايفين الاهلي بيكسب وعلى طول انا مع الاهلي، او شايف الزمالك كسب مثلا ماتشين حلو فانا بقيت زملكاوي. لا، ليه المطوشه ما تبقاش بالساعه الكامله؟ دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ربنا انعم علينا بالامن والامان وقياده حكيمه ماسكه البلد، ووفرنا حاجات كتير حلوه. ليه ما بنحضرش بقى المطوشه زي زمان بال50,000 و60,000 لكل نادي؟ ليه اجي مثلا ماتش الزمالك والاسماعيلي مثلا يبقى الملعب كله مليان؟ طيب من كلامك دوت هاخدك في حته ثانيه خالص بقى. اوكي، ليه ما نلعبش في استاد العاصمه الاداريه؟ الاستاد اللي اتعمل واتلعب عليه ماتش تقريبا مصر وكرواتيا، هو ده الماتش اللي اتلعب عليه تقريبا. انا كنت موجود في الماتش واستمتعت جدا لدرجه ان انا بجد انا كنت مبسوط من العظمه اللي انا شايفها. هقول لك بقى تمثيل حلو قوي لاستاد مصر ده، وانا برضه ليا وجهه نظر للمسؤولين من اول فخامه رئيس الجمهوريه لحد وزير الشباب والرياضه والمسؤول عن الرياضه في مصر. هو ليه عملناه زي دي جهاز العروسه حاطينه في النيش بس؟ طب اقول لك حاجه حلوه قوي، دلوقتي بندور على دوله تستضيف السوبر المصري صح؟ طب وانا عندي استاد بالجمال والعظمه دي كلها، ليه ما العبش ماتش سوبر بين الاهلي والزمالك، اقوى فرقتين في الوطن العربي كله وفي افريقيا، نسبه مشاهداتها هتخطي ملايين الملايين في مصر والوطن العربي، يعني الماتش بيتشاف على كل القنوات. عارف انا كمان جه في بالي ايه دلوقتي؟ ليه ما يبقاش في قبل الماتش ما يبدا حفله كده شيك؟ عارفين ان عمرو دياب زملكاوي، تمام، محمد حماية اهلاوي، ليه مثلا ما نعملش ايه زي افريقيا ولا كان الحب اتجمعنا؟ صح والله، فكره حلوه دي. انا يعني احنا لو عرفنا نعمل حاجه زي كده بجد الجمهور دماغه هتتغير شويه، وهتخد بقى نقطه ابعد واحسن من ده كله، نفس التعصب. هو ده، هنتفرج على كوره ونتفرج على فن كمان ورياضه، هيبقى معانا عمرو وحمائي ومعانا اهلي وزمالك، عندنا حته تورته حلوه كده الناس كلها هتشوفها. ملعب استاد العاصمه يا جماعه مهما اوصف فيه، انت رحته وشفته، عظمه، وهم تحفه يعني تحفه معماريه وتليق فعلا باسم مصر. بص بقى اسلام، برضه في فكره حلوه قوي. اولا احنا بنينا العاصمه دي ليه؟ نقله الجمهوريه الجديده طبعا. طيب ما الجمهوريه الجديده بقى نبتدي بقى فكر جمهوريه جديده صح، نبتدي ناخد جمهور الاهلي والزمالك ايد في ايد ونتفرج على ماتش جميل، ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك، نتفرج على كوره ونتفرج على فن زي ما انت قلت عمرو دياب ومنير، حفله 10 دقائق
لو كل واحد هيغني 10 كل دقايق. واحد اقول لك على حاجه، نعمل لهم الاثنين اغنيه بتكمل بعض، اللي هو الاهلي والزمالك متضفرين. واقول لك حاجه، عندنا مدحت العدل كاتب وفنان كتير يكتب اغاني جميل طبعا. عندك بهاء طاهر، عندك عزيز شافعي يلحن. عايزين نطلع بكرنفال حلو يليق باسم مصر، ودي رساله بقى وانا بوجهها انا واسلام دلوقتي هنا. اتمناها والله يا جماعه، يا ريت استاد العاصمه يستضيف يعني اتحاد الكوره، رجاء من جماهير الزمالك وجماهير الاهلي، من جماهير مصر، يا ريت ماتش السوبر المصري يقام في استاد العاصمه تحت رعايه فخامه رئيس الجمهوريه. احنا لسه من اسبوع نهائي كاس العالم لليد، المانيا واسبانيا ومصر واسبانيا، اكبر اعداد جماهير حصل في المنتشر في الناشئين كان في حضور جماهير مصريه. احنا بنتفرج على الدوري الانجليزي الاسبوع اللي فات، بدايه الدوري الانجليزي كل الملاعب كملت العدد. الله يرحمه حماده امام اما كان بيقول فعلا الدوري كامل العدد. هو فعلا الدوري كامل العدد. وعلى فكره، وعلى بقولها لك اهو، رساله المسؤولين، الماتش بتاع الزمالك والاهلي لو في السوبر، لو ربنا اراد واتعمل في استاد العاصمه، اكبر دعايه لمصر بره مصر وببلاش. بنقول للعالم كله مصر بلد الامن والامان، مصر تقدر تعمل اي حدث عالمي او محلي، احنا نقدر. جماهير مصر يا جماعه والله العظيم جماهير ذواقه مش مؤذيه، بالعكس هنتفرج على ماتش والفايز مبروك والمهزوم هارد لك، ويبقى كرنفال جميل جدا بعد الملعب، فرقتين يحنوا بعض ويغنوا بعض الفايز وكده، وصفحه واتقفلت، ويبقى تمثيل وصوره حلوه لينا بره مصر. ليه ما نفكرش في الفكره دي؟ هنفكر فيها، وتعالى نشوف بقى بقيه الاسئله بتاعتنا. اتفضل فيها. نيجي بقى لسؤال كده في النص خفيف. اوكي. بعد الضغط اللي احنا كنا فيها، تمام. جون دخل في الزمالك، اذا كان من اهلي او من اي فرقه تانية، وكيفك عجبك، اللي هو الجون ده كان لازم يدخل، ما ينفعش انه يعني دخل في الزمالك. هقول لك حاجه، صلاح امين وكان بيلعب في التاج الحربي مش في الجيش، لما خد الكوره لصلاح امين. أيوة. ماشي، خد الكوره من نص الملعب، قطم بيها قطمه، الجون ده يتدرس، قطم ولف وجابه في احمد الشناوي. ساعتها كان موسم 2014 2015 اللي الزمالك فيها خد فيها كاس الدوري والكاس. بص، انا ده سؤال بحطه للناس الذواقه. ليه؟ عشان في ناس لما بساله لاصحابي كده، يا عم لا الزمالك ده فرقه ما فيش جون بيجي فيا بيعجبني. عارف انا برد بقول ايه؟ انا في جون مش ناسيه لاحمد الكاس 3-1 في ماتش الاهلي والزمالك، اما قطع وقطم الكوره من على الخط وراح على الكوره. هو الجون ده، شوف انت الكوره لحد دلوقتي فاكرين انت ازاي يا كاس، انت ازاي الجون ده عدى من ورا شوبير ولف خدع وعلى الخط. يا عم جول حلو قوي، جول اللي هو الكوره ديت لو ما جاتش جول انا كنت ممكن ما احبش احمد الكاس، ممكن يكون سبب حبي لاحمد الكاس مع اني اهلاوي. الجون ده انا زملكاوي، وفي ماتش الاهلي بتفرج عليها بستمتع بالكوره، وفي ماتش بس خلاص انا بتفرج كوره، واتمنى فعلا كل الجماهير سواء اهلي وزمالك شجعوا كوره بس استمتعوا بالكوره، بلاش عصبيه بلاش تعصب. انا في ساعات بنفعل وبعمل، بس يا ريت بلاش تجريح في حد وغلط في حد، ودايما كوره للجماهير، واقولها دايما كوره للجماهير ومتعه للجماهير طبعا. بس سؤال برضو كده اجابته او لا، عشان احنا يعتبر ان احنا اتكلمنا فيه دلوقتي. لو عندك فرصه تختار، او انت المسؤول زي جون ادوارد كده، ان انت تبني شكل الزمالك جديد في بدايه موسم زي ما هو عمل، هتعتمد على اسماء ولاد الزمالك، ولا هتعمل زي ما جون ادوارد عمل وصفى المنظومه كلها وبيحاول ان هو يبني؟ طب اقول لك حاجه، هعمل زي جون ادوارد. هقول لك ليه. قطاع الناشئين في الزمالك دلوقتي او في الاهلي كمان ما بقاش في عيون خبيره. الاهلي والزمالك دلوقتي بيحبوا الجاهز. ليه بقى؟ ودي اكبر غلط، بيمسكوا القطاع لغير اهله، او لناس مش معلش انا اسف يعني، مهما كانوا الجمهور كله نجوم كبار او لعيبه كبيره بس مش شوافه. الكشاف بتاع زمان دي اللي كان ايوه اللي بينزل مش مراكز شباب والله. اقول لك حته الساحات الشعبيه اقول لك حاجه بس يعني احنا كنا بنلعب كوره ورا النادي ورا البتاع في الملاعب كده، كان في ناس يقول لك انا عايز اللعيب ده، تعالى العب معانا في الاختبارات، تعالى انزل معانا. طب انا ليا تجربه في نادي الاهلي على فكره. كابتن زيزو كنت بلعب في نيل الادويه مع والدي الله يرحمه، كان شغال في نيل الادويه وخدني اتمرن معاه هناك ولعبت هناك وبتاع. واحد صاحبي كان والده شغال في النادي الاهلي اسمه احمد نصار، كان معاه في ثانوي، كان حريف قوي، كان لعيب قوي بجد.
انا لعبت فتره في الترسانه، وبعد كده رحت لعبت في شركه الادويه فتره، وبعد كده الحمد لله خدت بقى مجال الحياه والشغل والحاجات دي. رحت هناك في التمرين وبتاع في النادي الاهلي، كانوا يدرب كده. كان عماد متعب، جيل متعب كان 83 وانا كنت 84 وكنت وراه. تعرف طبعا بيبقى في جداد بيلبسوا القمصان الثانيه العاديه، والفرقه الاساسيه بتاعته بيلعب فيه. انا رحت التمرين برضو، كان لسه برضو فاكر فرق العقليات والانتماء يا جماعه. هقول لكم ليه. انا رحت لعبت ونزلت في التمرين وبتاع، فكابتن زيزو ربنا يا رب يديله الصحه، وبيزعب شافي بالزيزو التاني عشان ما حدش بس يختلط بس الامر عليها بيزعب شافي. فطبعا ده بقى الفرق اللي بين عين خبير وعين ماسك النشيل وماسك كده. فكان عينه علينا شويه وعينه على الفرقه الاساسيه بتاعته شويه. فلما احنا لو اتنين تاني من الفرقه التانيه اللي هم جايين برضو بيلعبوا كده وبتاع، نادى علينا قال لنا قلعوا وصلوا نزلوا فين ايه الفرقه الايه الاساسيه. مرنت تمرينتين، فبعد التمرين فبيقول لي انا عايز والدك وبتاع عشان ايه تبدا عقد ايه معانا هنا في النادي وبتاع. انا روحت البيت عيطت. انا ازاي العب؟ انا بقى كنت الزمالك بيتغلب يا جماعه، ما بفتحش قناه تانيه والتلفزيون برامج الرياضيه ولا اشتري الجرايد. انا كنت مدمن الجرايد واشتري الجرايد عشان ما اسمعش خبر وحش عن الزمالك او كلمه هزيمه، كلمه وحشه، كلمه هزيمه الزمالك. العب في الاهلي والبس تيشيرت الاهلي، لا. الورقه اللي اديهاني عشان انا امضي ولي الامر واجيبها قطعتها والله وانا بروح في الطريق. لو الموقف اللي انت لسه حكيه دلوقتي بيحصل هقطع العقد تاني. انتماء. لا انا زملكاوي. ايوه ما هو الانتماء. انا مش انا ما رحت هناك اصلا، انا داخل هناك انا مش رايح. هو صاحبي زي شيكابالا كده، انا ما قدرتش اتمرن بتيشيرت برضه على فكره، والله العظيم ما اتمرنت بتيشيرت الاهلي ولا لبسته على جسمي. انا رحت بتيشيرت الترسانه الازرق. يعني انت مصدق شيكابالا لما قال ان انا ما عرفتش احط تيشيرت احمر على اصدق فيه. انا مريت بيها. انا لما رحت اتمرنت هناك بالتيشيرت، حتى التيشيرت الازرق مرات التمرين، وبعد كده انا بقول لك اداني الاستماره عشان امضي ابويا الله يرحمه، قطعتها وانا ماشي في الطريق. والله كان زماننا دلوقتي كسبانين نجم كبير. لا كنت خسرت نفسي. انا زملكاوي. بقول لك انا كنت بتفرج، يعني انا زملكاوي يا جماعه. طب احكي لك لقطه كده. انا اللي سبب ما دام بقى بنتكلم على الذواقه ونتكلم بقى على الكوره، هقول لك سبب حبي في الكوره وفي الزمالك بالتحديد. نهائي كاس مصر 90 2-1 للاهلي، طارق ابو زيد ورضا عبد العال. بقول لك كان 6 سنين، وكان في اليوم ده نهائي دوري ابطال اوروبا الدنمارك والمانيا. شوف في نفس اليوم طارق ابو زيد بيشوط الكوره بتيجي في رجل في صدر حسين السيد بتخش وبتاع. طبعا والدي زملكاوي بس مش متعصب، كنت بشجع الزمالك، والزمالك بقى بالدوري كنا في منطقه طبعا الزمالك يكسب البلد كلها بتخرج وتهيص وبتاع. كان لينا عم فروجه ربنا يرحمه ويسامحه، ده كان زملكاوي كده، فده كان يقعد يحكي لنا اساطير بقى الزمالك زمان بقى، هو كان حدوته يعني. جون خالد الغندور ورضا عبد العال يا جماعه، اللي ما شافش الجون ده لايف والانفعالات بتاعته ما استمتعش كوره. انا بقى كنت لسه عايز صغير بتفرج على تلفزيون الوان كان عندنا في البيت كده وقاعدين. انا شفت الكوره، انا قمت لقيت البيت كله بيتنطط، وكان كده وعمي سوريا الله يرحمه كان اهلاوي، كنا بيتفرج عندنا وهيصنا وايه يا ابني في جون حكايه. وان رضا عبد العال يرقص محمد سعد ويجيبه كده ويحطه كده، وان طول نص الملعب رايح جاي وينقي من جون ويروح حاططها، وجون حلو. ده بقى اللي انت تقول ذواقه، ده اللي خليني اتفرج على كوره. وذاته اكتر بالليل الدنمارك والمانيا نهائي اوروبا، وكله كان بيقول لك المانيا والدنمارك تاخد المفاجاه وتاخد البطوله. هي الكوره. شوف انا بقول لك ذكريات لقطات اللي انا بشجع الزمالك وحبيته الزمالك من هناك. فالزمالك اتغلب بقعد اعيط بقفل على نفسي. كان زمان برنامج ايه فايز الزمر الله يرحمه، والكاميرا في الملعب زمان. علاء صادق كان بيجي في برنامج اسمه بانوراما يوم الجمعه، بيجي على القناه كده بيقعد يلحق يتكلم كده شويه على القناه الثانيه. انا ما بحبش اتفرج عليه فبقفله. اقول لك حاجه ولحد دلوقتي يعني الزمالك اتغلب بالاهلي بدون اداء او حاجه كده بقفل الفيس. حلو دوت، عشان دايما لما الزمالك بيخسر وبالذات من الاهلي انا اكلم اصحابي، يعني في ناس بتفهم كوره، اذا كان بيفهم بقى او ما بيفهمش بتلاقيه مستخبي ليه. اقولها لك بصراحه، في بعض الجماهير، مش هقول كل الجماهير عشان برضو في جماهير اهلاويه محترمين جدا وفيهم قرايبي وفيهم ناس يعني ناس علامه، وانت واحد منهم على فكره. ربنا يخليك بجد والله. ما بحبش اجادل مع ناس يعني سوري في اللفظ ما بتفهمش، مش بيتكلموا كوره بقى. انا باجي اتكلم اعتقد ان الزمالك لعب حلو والاهلي وحش كذا، انما ما بقاش مثلا مغلوب بفعل فاعل مش خساره الاهلي او بحاجه غير اراده،
وهيص وخلاص. دي اللي ما بحبهاش حتى لو الزمالك كسب كده. لا انا كسبت مبروك هارد لك. هنتكلم كوره ونتكلم فنيات انما هنخش بقى في سكه اللي انا بقول عليه بقى التحفيل ونخش في سكه بعيد عن الكوره وسكه الاهانه دي ما بحبهاش. مش عايز اخسرك. صح، انت صاحبي وحبيبي بس مش عايز اخسرك. مش عايز اقرا بوست في اهانه ليا لجماهير الزمالك وانا واحد منهم وكلنا كده. لا يبقى انت لا مؤاخذه كده انت مش بتشجع كوره. فهي دي مش اتفاق او بختفي، لا مش عايز اخسرك. ارجع بقى للقايمه 23 لاعب. القايمه دي يا جماعه ميزتها حاجات كتير قوي. اولا الانديه مش هتقدر تجيب لعيبه اعتباطا عشان يقعدوا على الدكه وخلاص عشان ما يروحوش للمنافسين. تاني حاجه قطاع الناشئين في النادي هيبقى عليه فوكس كتير يطلع لي نجوم. مش هفضل اشتري كل سنه 7 8 لعيبه من بره وكذا، لا وانا عندي 23 فلازم اطلع من النادي على الاقل 3 4 عشان يبقى المعروض قليل مش زي دلوقتي المعروض كتير. فانا دلوقتي مثلا ايه هنقول مثلا ايه نتكلم على الاهلي زيزو بن شرقي وتريزيجيه وحسين الشحات وقفشه محمد بن رمضان تمام وديانج وامام عاشور تمام ومروان عطيه. 9 دول 9 في نص الملعب، 9 في اهلي في فرقه واحده. يعني دول مثلا لو توزعوا مثلا على الاسماعيلي ايه احمد رضا مش هنقول احمد رضا قالوا لسه عشان مثلا لسه ما وقفش على رجليه شويه. احمد رضا هيجي منه برضه. طاهر محمد طاهر عندك دول بيلعبوا خلاص. ال10 دول منهم كان بيلعب لعيب لحد دلوقتي شفناه في الاهلي في الماتشين الرسميين 3 اللي فاتوا 3 يعني قفشه لعب اول ماتش ما لعبش الثاني. حسين الشحات ما لعبش الماتشين لسه تمام. طاهر امام عاشور مصاب هيلعب خلاص ما بيرجع ما يلعب يعني لا يريح ديانج لا مروان عطيه مش هيلعب او محمد بن رمضان هيلعب بمين فيهم هيحتار. هيقول الناس تقول لك ايه اصل الماتشات كتيره والدوريات لا يا جماعه انا دول لو تقسموا مثلا على الاسماعيلي ياخد 2 لعيبه من هنا على المصري من هنا على الاتحاد من هنا ال10 دول هلاقي في المصري كواليتي اعلى في الاتحاد كواليتي اعلى الاسماعيلي كواليتي اعلى الزمالك كواليتي اعلى. تعالى بقى نتكلم اللي هيعود عليا ايه منتخب مصر قوي جدا جدا. المنافسه اللي احنا كنا بننادي بيها اللي انت قلت عليها الزمالك والاهلي والاسماعيلي هنرجع زي زمان نستنى الماتش من قبل الماتش بساعه عشان اتفرج عليه. وانا بلوم على المتحده في حاجه برضه كتير. لا هلوم عليه في حاجه واحده بس الاستفراد بالدوري المصري في استوديو واحد على قناه واحده. على فكره لما الدوري تتفرج عليه مع دريم مع اون مع مودرن مع نايل سبورت ونايل سبورت انا يعني انا بدايتها كانت موجوده فكنت اتفرج على نايل سبورت دي اول ما اتفتحت كانت ليها رونق كده وكنت تقعد تستمتع بيها وتستمتع بالحوار. الناس اللي فاهمه اعلام بجد اللي درس اعلام بجد مع مؤسسين النيل الرياضيه اساتذه الاعلام بس درست اعلام بجد. صاد فرحات وفتح حسن طبعا صعب فتح حسن وطارق رضوان كنت بقعد اتفرج على دول درس اعلام. فمش صوت عالي مش بياكل حق الضيف لا انا برمي المعلومه وبقى عايز اخد المعلومه الاقوى من الضيف اللي جنبي هستمتع بيه. عايزين القناه دي ترجع تاني لسابع عادها اتمنى. فعشان كده انا عايز المتحده تدي مطوشه الدوري لليل الرياضه مش الدوري الدرجه الثانيه او لا انا عايز المشاهده العين تروح لها تاني. في مطوشه ساعات بيبقى في 3 4 ماتشات في توقيت واحد. طب ليه الماتش التاني ده ما ادوش لقناه النيل الرياضيه؟ مثلا لو انا عندي مثلا 300 مباراه في الدوري ادي للنيل الرياضه 50 مباراه منهم مثلا 20 مباراه جماهيريه والباقي مثلا زد وام والانديه الثانيه الشركات سموحه وبتاع وهخلي برضه العيال برضه هتروح عليها عشان لو في منافسه على الثالث والرابع. انا عايز اعرف سموحه هيعمل ايه النهارده عشان الماتش الجاي يلاعب الزمالك صح وهكذا. الاهلي نفس النظام هيلاعب الماتش الجاي. من الاخر نفرز الدوري زي ما كان المفروض قبل كده ونشوف مش في قناتين بالظبط ونشوف نجوم كتير ونشوف صحفيين كتير واعلاميين كتير بيتكلموا افكار اكتر تحليل بالظبط. ما تجبرنيش على مذيع واحد وعلى قناه واحده وعلى ضيف واحد انا حافظته انا ما بحبوش. انا نفسي الاقي محمود بكر الجديد الله يرحمه. نفسي الاقي ميمي الشربيني جديد. دول انسى. بس المدارس ديت نقدر ان احنا نطلع منها. ما هو بقى فين عشان لو انت وسعت المشاركه هتلاقي يبقى طول ما انت على قناه واحده هم 5 6 اللي بيدور الفلك حواليه وده اكبر غلط. نفس النظام مع احترامي الكامل للكابتن سيف زاهر مع احترامي الكامل لابراهيم عبد الجواد مع تامر صقر مع احترامي الكامل للقامات دي كلها
يا جماعه انتوا على عيني وعلى راسي، بس انا ما تجبرنيش عليك الماتش ده اتفرج عليه، لا انا عايز اشوف. محتاجين دم جديد. اي بالظبط، عايز اشوف، عايز اسمع معلق، مش محمد الليثي ولا انور ولا الكاشف قصدي، ولا كذا، لا ولا الكواليد، لا انا عايز اسمع لازمه حلوه تعلق معايا زي امام الموهوبين، امبراطور الكره المصريه، والله اللي يشرب لسه واقف في البلكونه نقول له الكره لسه 0-0 وهجمه مرتده واشرب شايك زي ما انت عايز، لقطات وهمسات حلوه. يا نهار ابيض على كابتن مصطفى الكلايني الله يرحمه، يا نهار ابيض حماد امام، في لقطات كده ولا لا يعني لازمات. انت بتحب تتفرج على الميني المطوشه بتاعت زمان عشان مش عشان الماتش، انت عارف نتيجه الماتش، عشان تفتكر لازمه حلوه. زمان كان في برنامج برضه في النادي الرياضيه اسمه اهداف الاسبوع مع الثعلب. ايوه الثعلب كان بيجيب الدوري اقول لك على حاجه كمان، كابتن حماده امام كان عاملها في اواخر التسعينات في البرنامج ده، كان بيفتح كده فقره مخصصه للناس تتصل تعلق على دقيقه من الماتش. على ما هو دي بص كانت حلوه جدا. محمد اخوان الله يرحمه كان اتصل كذا مره. دي بقى اللي انا بتكلم فيها يا جماعه بجد والله، نظره للنادي الرياضي.